بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاد الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. النهاردة هنعمل مع بعض فشة وكرشة وممبار وطحال. ده المكان اللي أنا جايبة منه، جايبة أونلاين، جايبة كرشة كيلو متنضفة جاهزة، والفشة بالطحال كان عامل أكتر من كيلو بحاجات بسيطة، والممبار متنضف. المكان دوت أنا كنت وريتكم أرقام تليفوناته. بصراحة حاجته نضيفة ومش أول تعامل معاه. المهم دلوقتي احنا جبنا الحاجة، طبعا هنغسلها كويس قوي. الطحال انا زي ما انتوا شايفين هجيبه هحطه في الفريزر شوية على ما اغسل بقى الفشة والكرشة وانقع الممبار وكده واغسلهم كويس يكون جمد شوية. لان احنا اول حاجة زي شايفين الجلدة بتاعته عاملة ازاي، اول حاجة ان احنا هنشيل الجلدة ديت اللي عليه، فعايزينه يبقى ماسك نفسه شوية معانا. وده بقى بالنسبة للممبار هننقعه. طبعا احنا كنا نزلنا قبل كده على القناة طريقة تنظيف الممبار، نضفناه بالبيكنج باودر او نضفناه برضو بالبيبسي ساعة ما كان هو ترند. المهم هننقعه وننضفه كويس قوي. وبرضو الفشة والكرشة هنغسلها حلو. وطبعا اهم حاجة نعمل حسابنا واحنا بنغليها، اول حاجة ان احنا هنحطها في المية تتغلي تاخد غلوة، وبعد كده هنرمي المية ديت خالص، لان الفشة لما بتنزل بقى بتنزل دم وحاجات في المية. فانا بعد ما خدتها غلوة كده في المية كبيت المية وغليت مية جديدة خالص، ونزلت بقى فيها القرفة وبصل وقرنفل وحبهان ولورا والفلفل الحب، كل الحاجات اللي بتدي نكهة معايا حلوة برضو بتخلي الريحة بتاعتنا حلوة. وبعد كده هنسيبها بقى تغلي براحتها على النار. ويفضل ان الحلة تبقى ستانلس او تبقى حلل جرانيت علشان ما تتعبنيش في التنظيف. انا سايبه الحله ديت عندي ان انا بعمل فيها، بصراحه بتبقى حلوه في السليق معايا، ما بتتعبنيش في التنظيف وكده. وحطينا فاكرين برضو اللي هو العصيان بتاعه الثوم ديت اللي كنا مقطعينها من الثوم لما كنا بنخزنه، حطيناها هي كمان. والميه زي ما انتوا شايفين نضيفه، لان كل الحاجات اللي نزلت من الفشه اترمت، الدم والكلام ده كله. بعد كده نيجي للكرشه بقى، احنا غسلناها كويس جدا وقطعناها، وحطينا برضو زي ما حطينا في الفشه حطينا في الكرشه البصل وتوم وقرنفل وفلفل حب ولورا وحبهان. ولو حابين نحط جزر نقطعه، وحابين نحط طماطم برضو. وبعد ما المية بتغلي بنزل بالكرشة بتاعتي اللي انا غسلاها ومنضفاها كويس قوي، وبسيبها بقى على النار بتاخد كذا غلوة كده. وبعد كده بقى ايه، بوطي عليها واسيبها هي والفشة تستوي براحتها خالص. طالما دول الحاجات ديت انا بحطها على النار الاول عشان تاخد وقتها في التسويه وايه، وما تاخدش معايا وقت. طالما هما جاهزين الاكل بيبقى معمول معايا سريع. وزي ما انتوا شايفين الطحال اهوت بيتشد معايا بمنتهى السهوله. ونخلي بالنا واحنا بنشد الجلده ديت ان هو ما يتخرمش مننا. فزي ما انتوا شايفين بقى بنطلع الجلد بسهولة طالما هو بيبقى ماسك نفسه شوية كده. وبعد كده اغسله كويس قوي، وبرضو بغلي مية وبحط فيها نفس الحاجة اللي احنا حطيناها قبل كده مع الفشة والكرشة. وبسيب بقى الطحال ياخد براحته خالص يستوي معايا. وبتأكد بعد كده ان هو استوى. ما بحط صباعي كده بلاقيه غرز معايا، بعرف ان الطحال بتاعي استوى. لازم الطحال يبقى مستوي حلو. وبصراحة الحاجة كانت حلوة جدا وما اخدتش وقت في التسوية، واستوت معايا على طول، كانت حلوة ونضيفة. وده الطحال بتاعي بعد ما استوى، طلعته قطعته قطع بقى. طبعا السمك الرفع ده بيبقى حسب ما كل واحد بيحب. هنا بقى انا هعمل الخلطه بتاعه المحشي بقى الممبار معانا. طبعا الممبار طبعا احنا بنعمله ني في ني. قطعنا البصلايه، وبعد كده حطيت عليها بشر طماطم، وحطيت عليها فلفل وسبع بهارات، وتبلتهم مع بعض كويس قوي ودعكتهم مع بعض كويس قوي، بنحس ان ريحه التوابل طالعه معانا وريحه البصل. وبعد كده هنزل بالخضره بتاعتي اللي انا مقطعاها، شبت وكزبره وبقدونس. هننزل بالخضره ونقلبها برضو مع البصل بحيث ان ريحه الخضره تبقى مع البصله. واهم حاجه طبعا في الممبار بتبقى الخضره. هنقلبهم كلهم برضو كويس قوي مع بعض. انا هنا كنت عامله كوبايتين من الرز، لان انا مش هعمل الممبار كله. وبرضو هنعمله بطريقه جديده مش زي ما بنعمله بنسلقه بنحمره، لا هنعمل طريقه جديده. بعد ما حطينا الرز بعد كده هننزل بقى بالطماطم.
عصير طماطم اللي موجود عندنا، ومعلقتين صلصة، وبنملح الملح بتاعنا، والتوابل بتاعتنا بقى اللي بنحطها. لو عندنا توابل اللي هي بتاعت المحشي، لو عندنا برضو كزبرة وكمون. احنا كنا حاطين قبل كده الفلفل والسبع بهارات، وبرضو حطيت هريسة شطة، وقطعت قرن فلفل صغير. وهنقلب بقى كل المكونات ديت مع بعض، وبعد كده معلقتين صلصة كبار مع عصير الطماطم اللي هنحطه، وهنقلبه كله معانا. وكده الخلطة بتاعتنا جاهزة. وفي اخر حاجة هو بس بنحط ربع كوباية زيت حسب الكمية اللي احنا عاملينها بتاعتنا بتاعت الخلطة بتاعت المحشي بتاعنا، وهنقلب ده كله مع بعض. وهيبقى دلوقتي قدامكم لونه احمر دم، غير الطعم والنكهة والريحة بقى اللي احنا قلبنا كل حاجة فريش كده مع بعض، بتدي ريحة ونكهة. بيبقى طعم الممبار واحنا بناكله حاسين بكل حاجة فيه وبريحته واحنا بناكله كأنه ايه طازة وفريش. بعد كده بقى هنقلب. وطبعا حشو الممبار احنا عملناه وحشيناه قبل كده مع بعض في القناة. هنحشيه. احنا هنا بقى الممبار بتاعنا المرة دي هنعمله في الفرن. جبنا الصينية ولفيناه داير ما يدور زي ما انتوا شايفين كده. ودي الشوربة بتاعتنا. مش موجود شوربة، بنعمل مية وعليها صلصة، وعليها بقى البهارات فلفل وملح، نظبط شوربتنا، والكمون لو حابين نحط مرقة. وبنسخنها وبننزل على الممبار، وبنرش على الوش رشة فلفل كده، وبنقطع بصل. وطبعا زي ما انتوا شايفين اول ما بننزل بالشوربة الممبار على طول بيلم نفسه. وهنغطيه بقى بالفويل وندخله الفرن، هياخد له في الفرن ساعة ونص. نيجي بعد كده بقى احنا قطعنا البصلاية، هنعمل بقى الكمونية بتاعة الكرشة. احنا قطعنا البصلاية كويس قوي وحطينا عليها فصين توم، وبعد كده نزلنا بقى بسبع بهارات وفلفل. التوابل لما بتنزل على البصلايه وهي بتتشوح بتدي ريحه جامده قوي. بعد ما شوحناهم هننزل بعصير الطماطم بتاعنا ونقلبه، طبعا معلقتين صلصه عشان يدي معانا لون حلو، وهنحط رشه فلفل بقى بسيطه، وطبعا كمونيه هنحط كمون وهنحط كزبره. وهننزل بقى بالكرشه بتاعتنا ونقلب حلو الكرشه مع الصلصه، نقلبها تقليبه حلوه. وطبعا احنا حمص الطبيخ كنا نقعينه كويس قوي، بنكون نقعين الحمص في ميه مغليه او ناخده غلوتين على النار. وبعد كده بقى نزلنا الحمص وظبطنا توابلنا كلها وهناخدها غلوه على النار. وهننزل بالشوربه بتاعتنا، ياخدوا بقى غلوه بقى مع بعضهم كده وبالشوربه لغايه ما يبقى القوام بتاعهم كويس. يبقوا خلاص بقى كده داخلين على التسويه النهائيه. هجيب بقى برام. انا ممكن اللي حابب ان هو يكملوا تسويته على النار مفيش اي مشكله، بس انا بحب ان انا ادخله في برام في الفرن يتشمع كده وياخد من ريحه الفرن. فهحطه بقى في البرام كله. هزود بس شويه شوربه كده وهنغطيه بالفويل وهندخله في الفرن. في اقل من نص ساعه هيكون بقى معايا اتشمع واستوى وظبط في الفرن، لان انا كنت داخلاه يعتبر مستوي. ده بالنسبه بقى للكمونيه بتاعتي. هنيجي بقى بعد كده للطحال قطعناه، والكرشه عملناها كمونيه، والفشه برضو اتقطعت. هنحط بقى هنا معلقه زبده على سمنه، وبعد كده هننزل بالطحال هنحمره تحميره عاديه خالص ما فيهاش اي حاجه. احنا هنعمل حاجتين، هنحمر شويه وبعد كده الحبه التانيين هنعملهم زي ما بنعمل كباب الحله بالبصله وبالفلفل وكده. فالمهم احنا حمرنا شويه، مش عايزه اقول لكم بقى الريحه كانت عامله ازاي، كاننا في مصمت فعلا. وحطينا بس رشه من الثوم المطحون كده وقلبناهم، كان تحفه. ده بالنسبه للحبه اللي هم يا دوبك بس اتحمروا. هنيجي بعد كده في نفس الطاسه نزلت ببصلايه متقطعه، وبعد كده هنزل بالطحال الاول هديله تحميره، وفي نفس الوقت البصلايه برضو بتدبل معايا وانا شغاله. وبعدين نزلنا بقى ببقيه الفشه اللي كانت موجوده معانا وهنقلبهم تتبيله حلوه قوي. وبعد كده بننزل بالبهارات بتاعتنا واحنا بنعمل. وفي بقى كمان الدقه دي بقى بيبقى فلفل على كزبره على كمون على ملح، نظبطهم بقى نقلبهم مع بعض وبنرش في الاخر بقى. وهنا بعد بقى ما الطحال والفشه والكرشه خدت تتبيلتها معايا نزلنا بالفلفل مقطعينه وقلبناهم بقى كلهم تقليبه وخدوا بقى تسويتهم وطلعناهم برضو. الرشه الاخيره بتاعت الدقه معانا. وده شكل الكرشه بعد ما طلعت من الفرن زي ما انتوا شايفين تحفه ريحتها وطعمها. اللي حابب بقى ان هو يشيل الغطا ويديها وش من فوق، بس احنا كده اكتفينا بصراحه بكده. ودوت
دوت الممبار بتاعي. زي ما انتوا شايفين محتاج 10 دقايق كمان في الفرن. هدخله وهطلعه بقى بعد كده، وده شكله بعد ما طلع هتشوفوه معانا مستوي جدا وروعة، ومش محتاج ان هو يخش تحت الشواية، وبيتقطع بمنتهى السهولة. بصراحة كان روعة وتغيير، بدل ما كل شوية بنقعد نسلقه ونحمره، لا كان طعمه روعة ورائع. وده الشكل النهائي بتاعنا. عملنا بقى شوية رز ابيض، ومعانا بقى الفشة والممبار والكرشة، وصبنا شوربة بقى. الشوربة بتاعة الكرشة بصراحة كان طعمها روعة. ده الشكل النهائي. اتمنى ان هو يكون عجبكم. صدقوني طريقة سهلة وبسيطة، وهي يا دوبك احنا طالما الحاجة اتسلقت معانا ما بياخدش وقت بقى التشطيبة النهائية ديت. ودي الشوربة معانا فيها بس الحب اللي هو بتاع الفلفل ده هنشيله. ده الشكل النهائي. واحنا برضو كنا نزلنا قبل كده على القناة فيديو بقى للسان والكلام ده، هنبقى ننزله لكم في الاي. كل سنة وانتم طيبين، ويا رب يا رب كل ايامكم كلها تبقى خير وسعادة. ويلا بقى ما تنسوش اللايك والشير.